بعد الضجة الكبيرة والأزمة المستمرة بين أحمد السقا وزوجته السابقة مها الصغير واللي وصلت بينهم لأقسام الشرطة والنيابة بعد تحرير مها لمحضر ضد السقا اتهمته فيه بالتعدي عليها وسبها هي والسائق الخاص بيها، وتداول المتابعين فيديو قديم للسقا ظهر خلاله وهو بيتكلم عن مشوار حماه مصفف الشعر الراحل محمد الصغير، وظهر كمان السقا وهو جنب مها لما كانت لسه زوجته، والكل لاحظ نظرات الاحترام اللي في عينيه خصوصا لما بدأت تتكلم عن والدها الراحل. بس اللحظة اللي لفتت الأنظار بجد كانت لما السقا مدح حماته بشكل واضح قدام الكل، وقال عنها إنها ست عظيمة وإنه بيحترمها جدا وإنها كانت دايما سند ليه قبل ما تكون حماته، ووصفها بالذوق والرقي. الناس ساعتها اتأثرت بالكلام وحسوا إن في علاقة عائلية قوية جدا، بس للأسف بعد كام شهر من اللحظة الجميلة دي بدأت تطلع أخبار انفصال أحمد السقا ومها الصغير، وبدأت الناس تربط وتفتكر المواقف دي، وسواء انفصلوا أو لأ الكلام اللي اتقال وقتها فضل محفور في ذهن اللي حضر، لأن في الآخر العلاقات بتتفك بس الاحترام الحقيقي بيعيش. قولوا لنا رأيكم إيه في موقف أحمد السقا مع حماته؟